طيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك شيخ. يعني قد يكون سؤال غريب عليك، بس خبرنا كيف ينبغي أن نؤدي الصلاة بالصورة الصحيحة. يعني بارك الله فيك. آه، جزاك الله ألف خير. طيب، الصلاة يسمع له غرني، يسمع له. طيب، الحمد لله رب العالمين. الصلاة كم زبلنا يو. أول شيء يعني شرط لصحة الصلاة لك، وهو طبعا صلاة كم المسلم لابد أول شيء أن ينوي الصلاة، ينيت، ثم يتطهر من الحدث الأكبر أو الأصغر. الحدث الأكبر تجنابه مالتي، الحدث الأصغر تي ودوء زفر، سواء البول أو الغائط كوينو أو خروج الريح، ودوء غيره. كذلك من الصلاة أو من شروطها ستر العورة، عورها كتكدنا لك. والمرأة كلها عورة إلا كفها ووجهها، يعني كفها تنداوان قطان أبصلات تكشفه مالتها. ثم أيضا يتوضأ وضوءه للصلاة، وضوء يقبل، ثم يأتي إلى القبلة فيتوجه فيكبر الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا أتيت فتوجه إلى القبلة ثم كبر فقل الله أكبر. تكبير غيرك دعاء الاستفتاح تبل. دعاء الاستفتاح: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، أو أي دعاء كافت استفتاح تحفظه مالتي، وهذه من السنن. ثم الآن التكبير الله أكبر لك توجهك، تقرأ الفاتحة، والفاتحة ركن نحرتها فاتحة قريفك يا صلاة يتقبلني، لابد كتقرأ لك سواء إمام كوينك أو مأموم، فتكبر فتقرأ الفاتحة، ثم بعد ذلك تقرأ سورة بعدها دحر الفاتحة، أي سورة تقرأ، سواء قل هو الله كوينو، قل أي سورة أو أي جزء من سورة طويلة أو أي جزء من سورة صغيرة ولو بمقدار آية ندحر قريئك، هذه تجزئك. سغازي منفرد ندحر الله خايخا أو تاسبيتي اندحر وراء دحر إمام تسجد الله خاي. بعد ما تقرأ الفاتحة تستمع إلى قراءته في الصلاة الجهرية. أو صلاة السرية ندحر كوين كاخي تقرأ كذلك بعد دحر فاتحة وين تسجد، ثم بعد ذلك تكبر الله أكبر فتركع ركوعك. ركوعك تسجد كل خمالات استخاخلك كتب لك. أول شيء بتداوك غير كان تبرك خات حزو تحقق عري دنين تبل، مش قال يوم لو فرق دنين أبلا ما أخلو نزابركم تنكف أبلا ما زملسوا إزقي قايو، هذا مما يبطل الصلاة. لا انت إذا أني النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المسيء صلاته خمس ذكرنا قد محجي ارجع صلي فإنك لم تصلي قبله كله، كان دائما بكل تأييد بهل فاركع فاطمئن راكعا، فاركع حتى تطمئن راكعا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ركوع قبل سقع باطمئنان، ركوع كاسي مطمئن كتكون لك، يعني أعرخ دن كتب لك وتمكث على دلالة على الطمأنينة، مش ذاتها وخكات سجدت صلاة انت غلط افكات خب تخب مبال. نقر الصلاة هذا لا ينبغي. تركع فتقول في الركوع سبحان ربي العظيم ثلاثا، سبحان ربي العظيم، ثم تدعو سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، أو سبوح قدوس. كم دلايك أدعي لا محددة وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم. أبزر ركوع دماني دعاء تقبرني خا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فأما الركوع فعظموا فيه الرب. الركوع لرب سبحانه وتعالى عظموه، أعبيوه، أخبروه تبارك وتعالى.
وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء فإنه قمن أن يستجاب لكم. تدعانا كم تأجلوا أب سجود خون كله، أب سجود خون كله سجود. بعد ذلك بعد ما تسبح الله وتدعو الدعاء ترفع حتى تطمئن رافعا، سقع تخل كاتستخاخل تخل كاتطوتبل بخشوع، تقول سمع الله لمن حمده، ثم تقول ربنا لك الحمد أو ربنا لك ولك الحمد أو اللهم ربنا لك الحمد أو اللهم ربنا ولك الحمد. 4 صفات وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا إذا كنت مأموما ندحر بين خات سجد الله سمع الله لمن حمد. إذا صلاة الزرماني كله سواء للرجل أو للمرأة صلاتهم حادي. أم انت امزف على لي ممكن أفتك كدادنا أم حجاب سواء كاليو سبيتي خدانا فلا لي هنا اللي يفترقون. أما الصلاة هي صلاة واحدة نقول لنا. إذن ترفع، وإذا كنت خلف الإمام لحي سمع الله لمن حمده سخى ربنا ولك الحمد أو ربنا لك الحمد تقول. ثم بعد ذلك في أدعية مسنونة حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كذا، تدعو الله تبارك وتعالى. بعد ذلك تهوي للسجود، تنزل تسجد سجود تقبر مالته. وإذا سجدت تسجد على 7 أعظم، كما سجد على 7 أعظم، يعني 7 شوعات عصمي بأنك سجد تأزيزي تاي السندمان تاي الوجه حدا يا وجه كنبلا كان كلنا دماني اتجنبار كان فنشاخان تلقبو نفتي مدري جنبار كان فنشاخان، ثم حدا يا ثم يديك تنكل تيدك خندي خوين نزين سلسته تنكل تبرخك 4 شد حمش تنبري تنكل تبرخ كادما حمشتي تن قار كادما طراف الأصابع القدمين مسأن شوعتي. تضع هذا فتصلي، هذا ايش؟ تسجد سجودا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا. خشوع سجود مش او خلخا نزام مدري تنكفى بالك حتى سبحان الله تبلي خاي تبلين قال يوم يعني تنكفى بالواملس بعدين دماني كوف بل ما يسوي دقمة، وهكذا يقوم. هذا أيضا من الخطأ. لما تسجد لله تبارك وتعالى تقول سبحان ربي الأعلى، أبركع سبحان ربي العظيم تبل ثم تدعو اندحر دعاء لك، ثم ترفع حتى ثم تجلس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم تجلس حتى تطمئن جالسا، كفتبل باطمئنان كفتبل. ثم ما يسكا خاليتي سجود تقبر ثم ترفع. وإذا ابتخى لقيت ركعة بعد السجدة سجدتين بعد ركعتين تشهد الأول زبها لله اندحرتها صلاة رباعية أو ثلاثية خوينا، سواء 4 تسجد كوينة أو 3 كمغرب اندحر كوينة تشهد الأول زبها لله تفلطوا يخم، وقبل الأخير كتشهد الأخير زبها لله اندحر 2 كوينة أو 4 ركعات أو 3 ركعات اندحر كوينة. وهكذا في صلاتك كلها تقبر إلى أن تأتي إلى هذا إلى الركعة الأخيرة، فلما تأتي تتشهد التشهد الأخير التحيات لله والصلوات والطيبات إلى آخره. بعد ذلك تسلم السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. إذي بحتصير اتي صلاة إقامة اتي رب سبحانه وتعالى زنا كم زق خدكونا الله صلاتنا. ولعله أبتي أبناي ويب سايت أبناي دعوة أبقى ملد ماله أشرطة خوينو أو مصاحفتي بتقرني له كتنببوين أو سغاد ما بتي ترد أنقا غير كاوين كتنببن كتمهارن كتعلمن لك صلاة كام انتان صلاة صحيحة خون. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صلاتنا. والميكروفون عندكم، جزاكم الله خير.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والدغريا إدك حفا بالكاسي ني أدماس ما يكفر تقول اللغة سخاك يا قدمي إدك حفا بالكاد اللغة مساي سخاك إدك حفا بالكاد اللغة ني أدماس ري اللغون والدغريا وسدة تمايك. السلام عليكم. سمع له. السلام عليكم. سمع له. أبو علي سمع له أوكي بارك الله فيك. نو أنا بزناتي سي أدماس يجو حفا بالجيري الله هنا بهامي وسدة زبال كومبر دهر أدماس نيري عند عمو حفظ تاش ما يكون. أوكي حتى لاتني شيخ عبد العزيز هذا حاونا انتهي لحتى تالو سبيتي وركن حلوا زيت خدنا خويناس كندي كتوصل له زكاة. بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم. في زكاة اندحر كتوت لليا تخرج 2% من الزكاة، 2 أو 2.5 ما وهمت، كلتا خاميتي أو كلتا فراء كاميتي بعد أن يبلغ النصاب، بعد أن يبلغ النصاب. ولعلي إن شاء الله أبزيا أتأكد لكم من الأمر حجكاني بالضبط أي فلا تكون ألخو التي قدروا بالجرام في نصابناته بالجرام إن شاء الله لعله في الدرس القادم نخبركم بإذن الله، وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حتى تات اندحر الله خوينو